ابوس ايديكم عليا الحرام من دين يوم 30 ده اهو ماله لازمه. بكره كل الشغل، والله العظيم بكره كل الشغل. والله لو اقدر افوت على بيوت مصر كلها لا هفوت واقول لهم ابوس ايديكم اذا كنتوا بتحبوا مصر وشعب مصر كله ينزل بكره من كل القيادات ومن كل الناس اللي عامله كده مع الشعب. بتحبوا نفسكم وعايزين كراسيكم وعايزين كل واحد عايز ياخد له كرسي، اقعدوا قولوا 30/6. ولا في حاجه هتحصل في 30/6. قسما بالله ما في حاجه هتحصل في 30/6 ان الشعب ما نزل بكره. يلا والله وانا رافع ايدي للسماء، لانهم هيحولوها الى صراع على السلطه وليست ثوره شعبيه عشان تكون ذريعه للتدخل الاجنبي. عشان بقى يقول لك فيها لك فيه يحصل الاحتلال بقى. ما هم متكلفين بكده، ما هم جايين عشان كده. وانا بقالي سنين بقول هذا الكلام. يا خلق روحوا لي يا ناس يا شعب مصر. دكتور توفيق، حضرتك نبهت قبل كده من ان الاخوان ومفيش بنزين، ما حدش يقول لك عربيتها ما فيهاش بنزين. انزلوا في الشوارع، انزلوا قدام بيوتكم، انزلوا قدام الحتت اللي انتوا فيها، اطلعوا على وزاره الدفاع، اطلعوا على كل الاماكن اللي ممكن تقدروا تقفوا فيها. الشوارع تبقى مليانه ناس. المطلوب ان كل شوارع مصر بكره تبقى مليانه ناس.